تبدأ الحكاية بشاب اسمه يوشكي بيجري وسط غابة مظلمة وبيبحث عن صاحب، وبنشوف صاحب هيكارو بيلتقط أنفاسه الأخيرة، وفجأة بيشوف شيء غريب بينور قدامه فبيقرب منه. بينتقل المشهد بعد مرور فترة على الحادث، وكان يوشكي وهيكارو قاعدين مع بعض. بيقول يوشكي احنا فقدناك اسبوع كامل في الغابة اللي عند الجبل، هو انت فعلا مش فاكر اللي حصل؟ فيرد هيكارو لا مش فاكر، المهم ان بخير. وبنعرف انهم الاتنين اعز اصدقاء. واثناء ما هم قاعدين بيقول يوشكي انا في حاجة شغلة تفكيري من وقت لما رجعت من الجبل، انت مش صاحبي هيكارو صح؟ والرد الصادم من هيكارو ازاي؟ ثم يضيف انا افتكرت ان بقلده بدقة شديدة وفجأة بيتغير شكله، ويوشكي بيكون مصدوم من اللي شايفه. بيقول هيكارو ارجوك ما تقولش لحد، دي اول مرة اعيش كإنسان، انا مبسوط اني بروح المدرسة بلعب وبعمل الحاجات اللي البشر بتعملها، ده مش جسدي ولا دي شخصيتي، بس انا مبسوط في الحياة، فما تقولش لحد ارجوك، انا مش عايز اقتلك لان في ذكريات هيكارو كان بيحبك وانا كمان حبيت. كل ده ويوشكي مصدوم ومنطقش بكلمة، لكنه بيقول في سره هيكارو رحل خلاص ومش هيرجع تاني، حتى لو ده مش هيكارو ومزيف هيكون افضل من رحيله للابد. ومن وقتها قرر يوشكي ما يخليش حد يعرف ان ده مش هيكارو، وحاول يقنع نفسه انه هو فعلا هيكارو لانه كان بيحبه جدا ومش قادر يستوعب انه راح. وبيجي مشهد فلاش باك وهيكارو بيقول انه هيروح الجبل، ولما يوشكي سأله هتروح تعمل ايه هناك؟ رد ده سر ما اقدرش اقول. بيصحى يوشكي وكان بيحلم باخر لحظات شاف فيها هيكارو الاصلي، وبنشوفه مكتئب شوية وبيحلم باحلام غريبة عنه دايما ويفكر فيه طول الوقت. بينزل يفطر عشان يروح المدرسة، وبعد الفطار بيجي هيكارو عشان يمشوا سوا. وهم ماشيين كان هيكارو بيحكي حاجات تافهة وفرحان بيها، زي ان امه جابت لهم بطيخة واكلها، ويوشكي بيسمعه وهو مبسوط وبيقول في سر مش مهم انت مين، المهم انك موجود معايا. من منظور تاني بنشوف شخص غريب بيخبط على شقة وبيقول الشركة ارسلتني لهنا لكن محدش بيفتح. بيكسر الباب ويدخل ويقول في شيء مريب هنا، ويبدأ يدور في المكان واصحاب الشقة كانوا خايفين منه. يلاقي مخلوق غريب ويموتوا بعنف وهو مستمتع. بعدها بيكلم واحدة في التليفون ويقول المخلوق اللي لقيته هنا مش اللي احنا بندور عليه. فترد كمل بحث، ولما اوصل لمعلومات جديدة هبعتلك. نرجع لي يوشكي وهيكارو في المدرسة بعد حصة الموسيقى، كان عندهم حصة ترفيهية بيتفرجوا فيها على فيلم، وكل الطلاب كانوا حاسين بالملل الا هيكارو اللي اتأثر جدا بالفيلم. فسألوا يوشكي انت بتعيط ليه؟ احنا اتفرجنا على الفيلم ده 5 مرات قبل كده. فقال له انا عارف هو متخزن في ذاكرتي بس دي اول مرة اشوفه بنفسي. بتمر الايام ويوشكي بيخرج مع هيكارو اماكن كتير، وهيكارو كان مبسوط جدا. وفي مرة وهما بياكلوا قال هيكارو ايه طعم الجامد ده؟ فردي يوشكي احنا اكلناه مليون مرة قبل كده. فقال هيكارو انا بقدر افتكر الذكريات لكن مش التجارب، فلما بجرب حاجة لأول مرة حتى لو فاكرها بيكون الإحساس مختلف. فسأله يوشكي هو أنت شبح ولا إيه بالظبط؟ رد لا مش شبح، أنا مش عارف أنا إيه أصلا، من يوم ما اتولدت وأنا موجود في غابة الجبل وما خرجتش منها، بس اللي متأكد منه إني مخلوق شرس. وهم راجعين بنشوف سيدة بتشتري أكل، ولما مروا من وراها بصت لهم بشكل غريب. وبعد شوية وهم بيتمشوا بتصرخ سيدة عجوز بمجرد ما شافت هيكارو وتقول هبط المخلوق الكوني من الجبل، وتهرب بسرعة لبيتها. يوشكي خاف وقال يلا نمشي، وكان هيكارو واقف وعينه حمراء بيبص على بيت العجوز. وأثناء الطريق سألوا يوشكي لما لقيت هيكارو كان مات؟ رد جسده كان دافي جدا وانبض قلبه ضعيف. فسألوا يعني انت قتلته؟ قال لا اقسم لك لما وجدته كان بيحتضر ومات. وحكى قصته انه كان تايه في الجبل سنين طويلة مش عارف هو ايه، لحد ما شاف هيكارو وهو بيطلع روحه، وفجأة اصبح هو هيكارو. لما وصلوا بيت يوشكي كان بيعيط وقال له يا ريت ما تسيبنيش تاني، ودخل بيته. وهيكارو رجع لبيته هو كمان بالليل. يوشكي كان نايم وبيحلم بكوابيس غريبة. في الوقت ده العجوز قافلة على نفسها وبتعيط وبتقول ابعد عني. فيجيها صوت تخين مخيف بيقول افتح الباب انا ساعي بريد. تصرخ العجوز انا عارفة انت مين، ابعد عني وسيبني اعيش، انا مش هفتح الباب. وفجأة بيظهر وراها ويقول انا فعلا دخلت، ويموتها بشكل بشع، ويتضح انه هيكارو المخلوق الغريب. بعد كام ساعة الشرطة بتوصل المكان وتحقق في موت العجوز. وبنشوف راجل عجوز تاني خايف بعد ما سمع باللي حصل ويقول اكيد المخلوق رجع وهيجي عندي عشان يموتني انا كمان. ومن منظور اخر بنشوف شخص اسمه تيكيدا موجود في موقع جريمة العجوز
العجوز ويقول الطقوس فشلت، عشان كده هو رجع، لازم نستدعي شخص مختص وبيتصل على الشخص اللي ظهر قبل كده بيموت. مخلوق غريب وبيطلب تكادو منه يجي للقرية عشان في مصيبه حلت عليهم، وشكل كده المخلوق المتجسد في هايكرو وراه قصة كبيرة. في اليوم الثاني كان يوشكي وهايكرو رايحين المدرسة، وشاف يوشكي عربيات الشرطة، فسأل ببرأة ايه اللي حصل. اخبره هايكرو بانه سمع عن وفاة سيدة عجوز وكانت والدته تتحدث عنها في الصباح. استغرب يوشكي خاصة ان هذه السيدة صرخت يوم امس عند رؤية هايكرو. عند وصولهم للمدرسة وجدوا كل الطلاب يتحدثون عن السيدة المتوفاة، وقالوا انها انتحرت بعد ما حشرت يديها في بطنها حتى الاختناق. كما تداولوا قصصا عن حوادث غريبة ومرعبة. مؤخرا حكى تاو احد زملائهم عن موقف مرعب حدث له في طريقه الى البيت، اذ اضطر للمرور عبر الغابة الغريبة والمرعبة وشعر بوجود مخلوقات تتحرك حوله. طلب من يوشكي مرافقتهم اليوم لتوصيله الى البيت، لكنه رفض في البداية، لكن هايكرو قال له موافقين هنيجي معاك. كما انضمت اليهم فتاتان يوكي واساك. من منظور آخر وصل تيكادا إلى القرية وكان معه شخصان آخران. أخذ تيكادا تينكا إلى منزل السيدة المتوفاة وسأل تينكا عن والده، فأجابوا أنه مختبئ وخائف من المخلوق. ضحك تينكا وقال أبوك جبان جدا، ثم أمسكه وقال نحن في مصيبة وأنت تهزر، الشركة التي تعمل بها هي سبب ما نحن فيه. رد تيكادا بأن الشركة أنقذت الجميع سابقا وأنه جاء ليكمل عمله في التخلص من المخلوقات الغريبة. نعود إلى يوشاكي وزملائه، وبعد المدرسة رفعوا تادو إلى الغابة، وعند وصولهم لم يحدث شيء. قال يوشاكي انت أوفر قوي، الغابة ما فيهاش حاجة. وبعد إيصال تادو كانوا الأربعة في طريق العودة عبر الغابة. رأى يوشاكي شيئا غريبا من بعيد. اقترب المخلوق بركبة طويلة ويحرك شعره وجاء نحو يوشاكي. تجمد الأخير في مكانه. حذر هايكرو يوشاكي قائلا لماذا نظرت إليه الآن؟ سيأتي ليأكلك. اقترب المخلوق، لكن تدخل هايكرو وأكل المخلوق مما أدى إلى نزيف بسبب تصديه له. سمعت أسكو صوتا مرعب، فشدت يوكي وهربوا من الغابة بسرعة. أغمى على هايكرو لكنه استيقظ على يد يوشاكي الذي سأل ماذا فعلت. بعد ذلك اعتذروا للبنات عن الخوف، وقالت يوكي آسفة أننا تركناكم لكن سمعت صوتا غريبا وخفت. أجاب هايكرو لا مشكلة كل شيء تمام. وعاد كل واحد إلى بيته. نعود لتانكا الذي بعد بحثه في منزل العجوز اكتشف أنها كانت على علاقة بالمخلوق الكوني في الجبل. وجد في حقيبة حجر أسود على شكل وجه، وذكر أنه كان رأس شخص يوما واستخدم لطرد الأرواح الشريرة. اكتشف أيضا أن المخلوق الكوني خرج من الغابة وهو موجود الآن في القرية، لكنه سيواصل البحث عنه. ما يوشكي قد كان جالسا مع هايكرو وسأله كيف أكلت الشيء الذي كان في الغابة، فقام هايكرو بفتح صدره وأكد أنه مجرد مخلوق غريب وأنه ليس هو. يوم التالي بينما يوشكي كان يشتري من السوبر ماركت، اقتربت منه السيدة التي ظهرت سابقا وأمسكته قائلة أنت في مشكلة كبيرة، قاعد فروا عن شيء خطر وإلا ستختلط به وتصبح غير إنسان. استغرب يوشكي وسألها من أنت وماذا تقولين؟ فأجابت أنا مجرد ربة منزل، لكن شعرت بالخطر تجاه هذا الشاب ذي الشعر الأبيض وقلت لازم أحذره. أعطت له رقمها وقالت اتصل بي إذا أردت تحدث، اسمي روي. عادي يوشكي للبيت وهو يفكر في الاتصال بروي، لكنه تراجع وبدأ يحلم بكوابيس عن هيكرو وما يحدث معاه مؤخرا. فلاش باك. أظهر المشهد يوشكي وهيكارو عندما كان صغيرين، حيث رأى المشاهد هيكارو يأكل البطيخ بشراهة لأنه يحبه كثيرا، وابتلع البذر عن طريق الخطأ قائلا إنه سيموت. بدأ يوشكي يبكي ويطمئنه بأنه سيعيش لأنه بمثابة أخله. جاء والد هيكارو وهو يضحك وأكد له ألا يخاف، مشيرا إلى أنه لن يحدث له أي ضرر. عاد المشهد إلى الحاضر، وكان يوشكي قد اشترى بطيخة متوجها إلى هيكارو، وكان يفكر في التواصل مع السيدة روي لكنه تراجع عن فكرته. عند وصوله سلموا البطيخة لوالدة هيكارو ودخل غرفة هيكارو الذي كان نائما بسبب الحر. استيقظ هيكارو متفاجئا وسأل يوشكي عن الوقت وما إذا كان قد أحضر معه شيئا، فأجابه يوشكي بأنه جلب البطيخ وأن والدته قامت بتقطيعه. عبر هيكارو عن حبه للبطيخ واستمتعا بتناوله معا، بينما ظل تعبير وجه يوشكي جادا طوال الوقت. خلال تناول البطيخ بدأ هيكارو أو المخلوق الذي يتقمص شخصيته في تذكير يوشكي بذكريات طفولتهما المتقاربة بشكل متعمد للعب على مشاعر يوشكي تجاه صديق طفولته. بعد الانتهاء جلس
جلس هيكارو ليستريح بعض الشيء، فيما غاص يوشكي في التفكير حول المخلوق والسيدة روي وكل ما يحدث، مشيرا في سره إلى أنه غير قادر على الاستمرار واتخاذ القرار المناسب. في لحظة من التفكير قال هيكارو ليوشكي إنه يعتبره بمثابة أخ له ويحبه كثيرا، فاستفسر يوشكي عن سبب حديثه هذا الآن، فأجابه هيكارو بأنه أحب أن يبوح بذلك. بعد مرور ساعة نام هيكارو، وبدأ يوشكي في تصفح الصور في الغرفة، مكتشفا أن والد هيكارو قد توفي مؤخرا بسبب حادثة غريبة حدثت في الغابة على الجبل. استرجع يوشكي العديد من الذكريات وقال لنفسه إنه عاش حياته كلها مع هيكارو، لكنه غير قادر على الاستمرار فيما يفعله أو اتخاذ القرارات اللازمة. قرر إرسال رسالة للسيدة روي للقائها والتحدث حول هيكارو، ثم دخل الحمام. وفي هذه الأثناء استيقظ هيكارو ورأى رسالة روي، متسائلا عن من يتحدث يوشكي معه. بعد مغادرة يوشكي ذهب للقاء السيدة روي ودخل مطعما ليتمكن من الحديث، وروى يوشكي كل ما حدث معه. قالت له روي إنها تفهم شعوره، لكنه يعاقب نفسه بنفسه، مؤكدة أن المخلوق ليس صديقه، وأنه مؤخرا بدأت تحدث حوادث وظواهر غريبة في القرية سببها المخلوق المتجسد في صديقه. وأضافت أن هذا المخلوق كأنه من الجحيم، ينشر الشر ويؤدي إلى خلل في أي مكان يذهب إليه، وأنه من الضروري حبسه في الجبل لتتوقف الحوادث وتعود الأمور لطبيعتها. عند سماع ذلك فكر يوشكي في إنهاء الموضوع والابتعاد عن المخلوق قبل أن يسيطر عليه أو يختلط معه. في اليوم التالي كان الطلاب عائدين إلى منازلهم، وكان هيكارو يبحث عن يوشكي ليذهب معا. بينما جلس يوشكي وحده في الفصل يفكر في كيفية التعامل مع المخلوق، مسترجعا اللحظة التي قال له فيها أنا لا أريد قتلك، متسائلا عن إمكانية قتله له وقت ما شاء. حين جاء هيكارو إليه وسأله عن سبب جلوسه وحده، رد يوشكي بأنه يريد البقاء بمفرده قليلا، فشعر هيكارو بالضيق من تصرفه. تبادل الاثنان الحديث حول التغيرات في سلوك يوشكي وخداعه لبعض الأمور، واعترف يوشكي بأنه يحكي كل شيء، لكنه لم يستطع تصديق أن هذا جسد هيكارو الحقيقي، مما أدى إلى صدمة المخلوق. اعترف المخلوق بأنه ليس هيكارو الحقيقي، وأنه مجرد مخلوق مسخ، لكنه ضغط على يد يوشكي في صراع نفسي بين ذكريات هيكارو الأصلية وحقيقة كونه لا يستطيع كراهية يوشكي بسبب المحبة الموجودة في الذكريات. فجأة تحول المخلوق إلى شكله الأصلي وغضب، محاولا السيطرة على جسد يوشكي، لكنه تراجع وأعاد شكل هيكارو. أدرك يوشكي أن المخلوق خطر وقد يقتله في أي وقت، وأنه لا يمكن للمخلوق أن يحل محل هيكارو الحقيقي. ومع مرور الأيام ظل المخلوق يتصرف بطريقة غريبة. تأثر يوشكي بكلام زملائه حول حب هيكارو له، وقرر زيارته في البيت، حيث وجد المخلوق حزينا مختبئا تحت البطانية. تبادل الاعتذار، وأكد المخلوق أنه لا يريد أن يكره يوشكي، وأنه قد اعتاد الحياة بهذه الطريقة. اليوم التالي عادوا إلى المدرسة، وكان لديهم حصة موسيقى استعدادا لعرض كبير سيقام خلال أسبوعين. ثم ظهرت مشاهد يوكو وإياكو وهما يتحدثان مع سماع أصوات غريبة من الطريق، ما جعل إياكو تحذر يوكو من الاقتراب. كانت يوكي تمشي في اتجاه سكة الحديد وهي مروحة بيتها، لكن إياكو سمعت صوتا غريبا قادما من هناك، فاقترحت عليها أن تسلك طريقا آخر. لاحقا بدأت إياكو تسمع أصوات المخلوقات الغريبة التي ظهرت سابقا في الغابة، والتي كانت تهدف لمهاجمة يوشكي، وهو ما أزعجها مؤخرا، لذا كانت ترتدي سماعات لتتجنب سماعها. في الوقت نفسه كان هيكارو جالسا في بيت يوشكي يتحدثان عن المهرجان الذي سيقام في الليل. ظهرت أخت يوشكي الصغيرة كورو تطلب من والدتها السماح لها بالذهاب إلى المهرجان، وكان هيكارو متحمسا جدا لأنه سيحضر مثل هذا الحدث لأول مرة. وعندما حل الليل توجه هيكارو ويوشكي ومعهما كورو إلى المهرجان الذي شارك فيه كل سكان القرية باعتباره حدثا مهما بالنسبة لهم. من منظور آخر كان تاكيدا يتحدث مع أصدقائه عن المخلوق الكوني الذي خرج من الجبل، مؤكدا على أهمية التركيز على هذا الموضوع. كشف تاكيدا أن عائلة أندو كانت المسؤولة عن إجراء طقوس محددة كل فترة لضمان بقاء المخلوق الكوني محبوسا في الجبل، وأن موت والد هيكارو كان بسبب فشل إحدى الطقوس، فتولى هيكارو المسؤولية بعد ذلك للحفاظ على سجن المخلوق. وأقر تاكيدا بأنهم أخطأوا حين سلموا المسؤولية لطفل، وكان يجب عليهم الاستعانة بشخص مختص بعد وفاة والد أندو، مشيرا إلى أن عائلة أندو فقط كانت
كانت تفهم الطقوس وأن أحدا غيرهم لم يكن قادرا على القيام بها. وأضاف أن أملهم الوحيد كان على الشخص الذي يدعى تنكا رغم أنه لم يكن مطمئنا إليه. في تلك اللحظة وصل تنكا إلى المجموعة وطلب منهم التوقف عن الحديث وراء ظهره. تذكروا رأسا كانوا قد استخدموه سابقا في الطقوس لإبعاد الأرواح الشريرة، واتضح أن عائلة أندو كانت تستخدمه في الطقوس لكنه سقط عن أحدهم أثناء وجوده في الجبل. أقر أحد سكان القرية بأنه على الرغم من عدم اقتناعه بالطقوس إلا أنه كان يحاول التعاون معهم، مؤكدا أن الطقوس استمرت لمدة 300 سنة وكانت تحمي القرية من المخلوقات الغريبة. وافق تنكا على ذلك لكنه أراد معرفة مكان المخلوق. بينما كان هيكرو يمشي مع يوشكي صدم فجأة بحاجز يمنع المخلوقات الغريبة مما أثر عليه بشدة ولم يستطع تجاوزه. قال ليوشكي إنه سيذهب إلى الحمام ثم يعود، متسائلا في نفسه عن الشخص الذي وضع الحاجز هناك. وعند لمس الحاجز صرخ هامستر تنكا بصوت عال، والذي لم يكن هامستر عادي بل كان قادرا على كشف أماكن الأرواح والمخلوقات الغريبة. عند صراخه أدرك تنكا أن المخلوق كان موجودا، فحمل الهامستر وركض بسرعة إلى مكان الحاجز مؤكدا أن المخلوق كان هناك. عاد المشهد إلى هيكرو الذي جلس مع يوشكي وسأله كيف عرف من البداية أنه ليس هيكرو الأصلي. أخبره يوشكي أن جميع سكان القرية كانوا يبحثون عن هيكرو المفقود وأنه كان ينوي الذهاب إلى الجبل. حاولت والدة يوشكي منعه من الذهاب للبحث عنه خشية من خطورة الجبل، لكنه خرج بحثا عن صديقه وهناك رأى جثة هيكرو حيث كان جسده باردا ونبض قلبه شبه معدوم بعد أن انزلق وسقط على حجر ما أدى إلى فتح رأسه ونزيف شديد حتى الموت. بعد رؤية هذا المشهد عاد يوشكي إلى المنزل وحبس نفسه في غرفته لمدة أسبوع حتى علم بعد ذلك أن هيكرو قد عاد ولم يصبه أي مكروه. عندها أدرك يوشكي أن الشخص الذي أمامه ليس هيكرو الحقيقي، فقال له المخلوق إنه قبل أن يعود كان يحاول إصلاح جسده لأنه كان شبه ميت. بكى يوشكي وقال إنه اشتاق لصديقه، فأجاب المخلوق بأنه قد لا يستطيع أن يحل مكانه لكنه سيحافظ على حياته من كل خطر رغم شعور يوشكي بعدم الراحة تجاهه بسبب مظهره المخيف. انتقل المشهد بعد ذلك إلى تنكا الذي قال له إن الحاجز يمنع اقتراب المخلوق، وعند سؤاله عن سبب عدم إنشاء الحاجز حول القرية بأكملها أوضح تنكا أن صنع كل حاجز يتطلب عضوا من جسده، لذا لا يستطيع إنشاء أكثر من حاجز واحد. أشار إلى أنه غير قادر على فهم كيف تمكن المخلوق من الوصول هناك والمشي وسط الناس، مستنتجا أن المخلوق متنكر في شكل كائن حي. وأكد الراوي أن تنكا سيحاول اكتشاف حقيقة المخلوق وما هي نواياه تجاه يوشكي وما سيكون رد فعل المخلوق إذا عرف أن تنكا هو من أنشأ الحاجز ويريد سجنه من جديد. في الجزء الأخير توقف الحدث عند معرفة تنكا أن المخلوق متنكر في شكل كائن حي وأنه موجود وسط القرية. وبعد مرور عدة أيام على المهرجان كانت أخت يوشكي الصغيرة كورو تأخذ دشا ولاحظت وجود شعر في الحمام لكنه اختفى فجأة، فشعرت بالخوف وارتدت ملابسها بسرعة، وفجأة ظهر خلفها مخلوق يشبه كتلة من الشعر بشكل مرعب فصرخت بصوت عال. في اليوم التالي ذهب يوشكي إلى المدرسة وكان لديهم حصة طبخ حيث حضر يوشكي الدجاج لكنه شعر بالاشمئزاز من ملمسه. اقترب منه هيكرو وسأله عن سبب شعوره بالقرف، فأوضح يوشكي أن ملمس الدجاج يشبه ملمس جسد المخلوق من الداخل. عندها حاول المخلوق استغلال فضول يوشكي ليجعله يلمس الفجوة الموجودة في جسده والتي كانت مجرد جلد بشري بلا قلب أو أعضاء داخلية. وعندما وضع يوشكي يده في الفجوة شعر بشيء يتوغل داخل جسمه ويقترب من عقله محاولا السيطرة عليه، لكنه سحب يده في اللحظة الأخيرة وأعرب عن شكوكه منذ البداية بأن المخلوق خبيث. منذ تلك اللحظة أصبح يوشكي أكثر حذرا تجاه المخلوق لأنه لم يكن مرتاحا لتصرفاته. وعندما عاد إلى البيت لتناول الطعام لاحظ علامة غريبة ظهرت على يده، فتذكر كلام السيدة روي عن إمكانية سيطرة المخلوق عليه إذا اختلط معه، واعتقد أن العلامة كانت نتيجة محاولة المخلوق للسيطرة عليه. بينما هم يتناولون طعام قالت كورو إنها لن تدخل الحمام مرة أخرى لأنه يحتوي على شبح مرعب من الشعر الكثيف. وعلى الرغم من عدم تصديق والدتها لها صدق يوشكي كلامها لأنه كان على علم بانتشار المخلوقات الغريبة في القرية مؤخرا.
في اليوم التالي خرج يوشكي مع هيكرو وتادو للعب قليلا، ثم جلسوا لتناول الطعام في مطعم، حيث روى يوشكي أن أخته الصغيرة شاهدت شبحا في الحمام على شكل كتلة ضخمة ومرعبة من الشعر. ضحكت تادو وأخذت الموضوع على سبيل المزاح، لكن هيكرو كان يعرف أن هذا أحد المخلوقات الغريبة، وأخبر يوشكي أنه سيرافقه ليتفقد الحمام ويكتشف الشبح. في نهاية اليوم عاد هيكرو ويوشكي إلى البيت، ووقف هيكرو أمام باب الحمام وأكد وجود مخلوق داخله. سأله يوشكي عما ينوي فعله معه، فأجاب هيكرو أنه سيقتله كما فعل مع المخلوق في الغابة، وأكد له أنه سيحميه من أي خطر. دخل هيكرو الحمام وأغلق الباب خلفه، بينما وقف يوشكي في الخارج ينتظر. بعد دقائق سمع يوشكي صوت ضربة قوية، وحين فتح الباب وجد هيكرو مغمى عليه في البانيو، وحاول إفاقته، لكن فجأة خرجت كتلة من الشعر وسحبت يوشكي إلى داخل البانيو. وجد يوشكي نفسه داخل ما يشبه بحرا، وكان يقف في مكان فارغ يتساءل إن كان داخل الحمام أم يحلم. فجأة ظهرت أحشاء الإنسان الداخلية حوله وشعر بالاختراق. انتقل المشهد إلى ذكرى قديمة عندما كان يوشكي وهيكرو صغيرين، حيث غضب هيكرو بسبب موت طائره واتهم يوشكي بأنه السبب، رغم أن يوشكي كان يعتني بالطائر جيدا. تشاجر الصغيران، ثم عاد المشهد إلى الواقع، حيث حاول المخلوق المشابه لكتلة الشعر السيطرة على يوشكي وإيذائه، لكن هيكرو تدخل ودفعه بعيدا، مؤكدا أن المخلوق سيطر على يوشكي. عض يوشكي هيكرو بقوة، فتحول هيكرو لشكل المخلوق وتمكن من إخراج كتلة الشعر المسيطرة عليه، وعاد يوشكي إلى طبيعته متسائلا عما حدث. غضب هيكرو وقتل المخلوق، ثم قاموا بنشر ملابسهم التي غمرت بالمياه. شعر يوشكي بالضيق لأنه عض هيكرو وآذاه، لكنه أدرك أن المسؤول عن ذلك كان المخلوق وليس هيكرو، ومع ذلك كان مرعوبا من المخلوقات بشكل عام ومن قدرات هيكرو المرعبة. حاول المخلوق طمأنته، مؤكدا أنه سيحميه من أي خطر، بينما يوشكي ظل غير متأكدا من مدى موثوقيته وقلق بشأن حماية عائلته. من منظور آخر كان تنكا يحمل سيفا ويخبر تاكيدا أنه سيستخدمه لقتل المخلوق أي هيكرو، مشيرا إلى أنه سيستعين بالجرس السحري لتعقبه. ولو وصلت لحد هنا فأنت أكيد مستمتع. ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب، واكتب لي في الكومنت رأيك. نرجع تاني للأحداث. ذهب تنكا إلى الغابة التي كان المخلوق محبوسا فيها، وجرب خلط دمه بالجرس السحري، ورمى الجرس عند مكان المخلوق ليؤكد لتاكيدا أن هذا الجرس سيعمل مثل كلاب الصيد لتعقب مكان المخلوق ومعرفة موقعه بدقة. وبعدها قرر أنه سيقتل المخلوق، ففكر بينه وبين نفسه وقال إنه يشعر أن الشخص الذي اسمه تينكا يمثل خطرا على قريتهم. اليوم التالي رأوا يوشكي في المدرسة، وكان يقرأ قصة عن طفل غرق في مستنقع ومات، ثم ظهر طفل يشبهه بنفس ذكرياته وكأنه قصة مشابهة لقصة هيكارو. فسأل يوشكي تادو وإيساكو عن رأيهما في القصة، فأجابوا بأنه من المستحيل حدوث شيء كهذا، وأنها مجرد قصة خيالية. بعدها بدأت حصة الموسيقى، وكانوا يتدربون على الغناء استعدادا للحفلة التي ستقام بعد عدة أيام. وعقب الحصة قالت إيساكو إنه بما أن غدا عطلة يريدون السهر معا، فاقترح هيكرو أن يقضوا الوقت عنده، وكان الحاضرون هم كو ويوكي وتادو ويوشكي. بعد المدرسة كان يوشكي وهيكرو عائدين إلى البيت بالدراجة، لكن كاوتش العجلة الخاصة بهيكرو فرقع، ورآهم السيد ماكاسا الشخص الذي يظهر دائما مع تاكيدا. عرض عليهم أن يركبوا معه للوصول إلى البيت، فوافقوا. ومن منظور آخر في المدرسة كان أحد المخلوقات الغريبة متواجدا أمامها. وفي اليوم التالي كان يوم العطلة، وكان الجميع مجتمعين عند هيكرو في البيت، وطلب من يوشكي إحضار لعبة معينة من غرفتها. وعندما دخل يوشكي الغرفة رأى الطاقية التي كان يرتديها والد هيكرو، وتذكر أيام صغرهما، وكان والد يوشكي وصديق والد هيكرو، أي أن هناك صداقة قديمة بينهما منذ ولادتهما. حضر يوشكي اللعبة التي طلبها هيكرو، لكنه لاحظ ورقة مخبأة، وعندما فتحها كانت متسخة، وكان هيكرو قد كتب فيها اسم عائلته آندو. وضع يوشكي الورقة في جيبه وعاد إليهم. وفي الليل لعبوا بالألعاب النارية وكانوا سعداء جدا، والتقطوا بعض الصور للذكرى، لكن الولاعات كانت قد نفدت، فقرر هيكرو شراء ولاعة جديدة، وأصرت إيساكو على الذهاب معه، فمشيا معا. بينما كان يوشكي يتبعهم لشراء آيس كريم بسبب الحر، قالت إيساكو لهيكرو إنها تريد أن تخبره بأمر غريب، وسألته عن هويته. وقف هيكرو مصدوما من السؤال، وأوضحت أنه منذ صغرها
تسمع أصوات الأشباح والمخلوقات الغريبة، وكلما رأته تسمع صوت مخلوق الغريب بداخله. لذا أرادت أن تعرف إن كان هيكارو حقا، فإذا كان هناك شبح مسيطر عليه. صدم المخلوق وقال في سره إن إيساكو اكتشفت حقيقته واقترب منها مستخدما قوته، وكان على وشك قتلها. لكن يوشكي وصل في اللحظة الأخيرة وسأله ماذا يفعل، فابتعد المخلوق عنها وأغمي على إيساكو. سأله يوشكي عما حدث، فأجاب المخلوق أنه اعتقد أنها اكتشفت حقيقته وكان سيحل الموضوع. يجادل يوشكي مع المخلوق قائلا إن ما فعله خطير لأنه أراد قتل إنسان. أوضح المخلوق أنه لا يرى فرقا بين الحياة والموت لأنه أصلا لا يملك حياة. قال يوشكي إن المخلوق كان قادرا على قتله أيضا لأنه يعرف حقيقته. فأجابه المخلوق أن يوشكي مختلف وأنه صديقه الوحيد، وإذا كان سيقتل إيساكو فسيقتله هو أيضا مثلها. سأل يوشكي لحظة إن كان هو المسؤول عن موت السيدة العجوز، فتوتر المخلوق ولم يرد. وفهم يوشكي أن المخلوق يقتل البشر إذا اكتشفوا حقيقته. في تلك اللحظة استيقظت إيساكو لكنها لم تتذكر ما حدث، وأخبرتهم بأنها كانت تسمع أصوات الأشباح عند رؤية هيكارو، وهو أمر غريب ولم يصدقه أحد، لكن يوشكي صدقها. بعدها عادت إيساكو إلى البيت، وكان يوشكي غير قادر على استيعاب حقيقة المخلوق وأنه يقتل البشر. حاول المخلوق التحدث مع يوشكي لكنه مشى وتركه. وفي اليوم التالي جلس المخلوق وحيدا متسائلا عن معنى الحياة وإذا كان هناك فرق بينها وبين الموت، مؤكدا أنه لا يريد أن يموت. كان يشعر بالتعب من تناقض المشاعر، وترك التساؤل مفتوحا عما إذا كان المخلوق قد يؤذي يوشكي لاحقا، وما الذي ينتظر يوشكي من مخلوقات وكوارث غريبة. لتستكمل الأحداث في الجزء القادم.